صعيبة باش نفرض روحي على اللي يكونوا، بصح جي با بيزي لي با. لا كلاس اصاحبي، جيب تحالى مع اللي صار شكرا. مدينة سيدي بلعباس ككل مدن جزائرية نحس روحي في بلادي والنار. حنا رانا نرافقوا مع الفريق الفني تاع الفيلم هيليوبوليس. اليوم عندنا الشرف انه الفيلم راح يفوت عرض شرفي هنايا في لابلاص تاع سيدي بلعباس. الجمهور غفير ان شاء الله راح يكون، وراح يعني نكونوا مع الجمهور اللي راح يعني يشوفوا الفيلم، وان شاء الله نكونوا معاهم. راح يكون فيه نوع من الديبا مع مور الفيلم بمناسبة أول نوفمبر. سي مناسبة يعني تاريخية، مناسبة يعني 68 أول نوفمبر 54. المسابقة الأوسكار عندها السنة اللي فاتت كان فات في السيليكسيون الأولى، ومن بعد ما فاتش في السيليكسيون يعني في المنافسة الأخيرة. هذا ما مش عارف في اسباب عديده، مش عارف اذا كان اللجنه تاعهم شافت باللي الفيلم ماهوش مهيأ باش يكون في الشورت ليست. كذلك ما ننسوش باللي الافلام كيما تاعنا في الجزائر والافلام العربيه ولا الجزائريه خاصه لازم ترويج كبير في امريكا باش يكون عندها الحق باش تنافس الافلام. لا ان شاء الله احنا اول شيء نستناو الشفاء اللي نتمناو له لاخينا وصديقنا الفنان الكبير صالح بروت اللي راه ان شاء الله يتعافى. ان شاء الله مستقبل السينما يكون زاهر. احنا الفنانين والممثلين والمخرجين والمنتجين هذا ما نتمناوه. احنا خرجنا من الاخر تاعنا ما عندناش واش نديروا. اذا تصوير افلام في كل مناطق الجزائر. احنا صورنا هيليوبوليس هنا في بلعباس، صورنا في تعيتي موشن، صورنا في العاصمه. ان شاء الله يكون عندنا الحق باش نديروا افلام اخرى في الشرق في الجنوب كذلك. فان شاء الله يكون عندنا مستقبل يكون قانون السينما يحمي الفنان، يحمي المخرج والمنتجين، حتى ننتج عدد كبير من الفيلم منها تقدر تخرج الكيفيه ولا كاليتي تاع السينما الجزائريه. ما عندناش لحد الان ان شاء الله يكون السينما لازم استوديو. ما عندناش استوديوهات لحد الان للتصوير. هي المفروض نعملوا استوديو للسينما في الغرب في الشرق وفي الجنوب في العاصمه، حتى يكون عندنا فرصه للتصوير مدينه سينمائيه ككل المدن السينمائيه في العالم العربي وفي العالم عامه. لكن لحد الان كل المخرجين والمنتجين يروحوا يعملوا لما يكون فيلم يتكلم على نبذه تاريخيه مثلا من تاريخنا المجيد، تاريخ الثوري تاع الجزائر، لازم يديروا دي ريبيراج. ولقينا يعني لو بونور تاعنا في بلعباس اني نشوف مازال اونكور اون اركيتكتور كولونيال اللي تقدر تساعدنا بالتصوير ونعاودوا ريكونستيتيو لي ديكور باش تكون نعطي مصداقيه للصوره وللفيلم. السيت كوم مخرج يعني يحب ينوي او يعني يسبيغ يكون عنده مستقبل في السينما ويعمل اخراج. ما كانش مخرج ما يحبش يتطور التجربه تاعو. فكان التجربه تاعي من السيت كوم من المسلسلات في التلفزيونيه الى السينما كان يعني واحد كيش يقولوا ان ديفي بور موا، يعني كان صعب. لكن خديت وقتي في الكتابه مع الجماعه اللي كتبت معي السيناريو. خدينا 3 سنوات للكتابه، خدينا وقت للتحضير، خدينا وقت لدراسه القطعه او النبذه التاريخيه اللي تتكلم على مجازر مدينه كالما 1945 8 ماي 45 اللي في ستيف كالما خرطه. وانا استغليت بس برك القصه تاع هيليوبوليس اللي تتطرق في مدينه كالما. فخديت وقت، خديت حذري، يعني ما حبيتش نغامر هكا ديريكت. فخدينا وقت وكان عندي فريق تقني الحمد لله ساعدني على ان تكون يعني حتى المشيره في السيناريو الكتب استوحيت من بعض الكتب الريخين. كذلك بعض الناس اللي كان اللي استشهدوا الله يرحمهم اللي كانوا يعني سي دي تيموانياج تاع الناس اللي كانوا عايشين في هذيك شهادات حيه
اكسترا اللي ساعدتني باش نكتب سيناريو. كذلك بالنسبه للتصوير ما كنتش وحدي، كان فريق عمل، يعني فيلم ولا مسلسل ولا سيت كوم باش المخرج وحده، المخرج عنده رؤيه لازم يكون حواليه فريق معتبر من الفنيين والتقنيين والممثلين. فخديت هذه التجربه، وان شاء الله انا شفنا درنا يعني تغنيه ناسيونال هنا في الجزائر، رحنا مدن عديده وكان تجاوب. ان شاء الله اليوم يكون تجاوب في مدينه العباس مع الجمهور، كان في تجاوب. ان شاء الله هذه اول تجربه لي للسينما، وان شاء الله ما تكونش الاخيره ان شاء الله. مرحبا بك. شكرا.